مساء الخير عليكم، ازيكم؟ حكايتنا النهارده هتتكلم عن شارع نبار باشا. شارع نبار باشا مكانه فين؟ مكانه من عند دار الهلال لحد باب اللوق. الشارع ده كان زمان كان المقر دايم ووحيد للدواوين، اللي هي كان قبل ما تبقى اسمها الدواوين كانت النظارات، اللي هي في الوقت الحالي اسمها الوزارات. اللي عمر الشارع ده محمد علي باشا، لأن كان جزء من الشارع كان عبارة عن جنينة بيملكها قاسم بيه، وبعد كده اللي ملكها بعده وهبة بيه. والمنطقة المحيطة بيها كانت منطقة مهملة ومليانة قاذورات، فمحمد علي خدها وإيه وعمرها. نبار باشا ده أول رئيس وزراء لمصر في العصر الحديث، وهو من أصول أجنبية زي ما احنا عارفين أو زي ما احنا قلنا. المؤرخين اختلفوا على شخصيته، فمنهم اللي قال إنه هو كان خاين لأنه ساعد الأجانب إنهم يستنزفوا البلد، وساعد الأجانب في إنه أو ساعد في بيع البلد عموما. وفي منهم قال لك لا، ده وطني، لأن هو أول واحد ينادي إن مصر للمصريين، وأخضع الأجانب لقوانين البلد، ولغى قوانين كانت ظالمة على المصريين. يعني نتكلم بقى إيه عن نبار باشا. نبار باشا اتولد 4 يناير 1825. العيلة كانت متوسطة الحال، اتولد في أرمينيا. هو وعيلته راحوا لأزمير في تركيا وقعدوا يشتغل، وأبوه اشتغل هناك. راح أبوه جه مصر واشتغل في مصر، واشتغل مع محمد علي باشا. فمحمد علي باشا وثق فيه وعينه معتمد سياسي، اللي هو يعني سفير. عينه فين؟ في الأناضول. وبعد كده عينه في باريس معتمد، يعني سفير. وبعدين عين ابنه الكبير اللي هو أخو نبار، يعني شفيق نبار، سكرتير ومترجم خاص ليه. وبعدين علشان الثقة دي، نبار الصغير ده راح جنيف درس، وبعد كده كمل في فرنسا بعد جنيف، واتعلم لغات كتير زي الإنجليزي والفرنساوي واليوناني والتركي. في سنة 1842 لما كان نبار عنده 17 سنة بس، استدعوه من باريس علشان يشتغل في ديوان محمد علي باشا. كان هيشتغل ايه؟ كان هيشتغل مترجم في مكتبه. واللي وصله للمكانة دي خاله بغوث بيك يوسفيان، اللي كان أحد قادة جنود الأرناؤوط في مصر، وتولى مسؤولية العلاقات الخارجية في حكومة محمد علي. العلاقات الخارجية حاجة كده زي وزارة الخارجية. بالمناسبة يوسفيان دون أول واحد دخل اليوستفندي في مصر، واليوستفندي اتسمى على اسمه، معلومة كده جانبية. وبعدين نرجع بقى إيه لنبار. نبار اتدرج في المناصب لحد ما بقى سكرتير خاص لولي العهد إبراهيم باشا. وبعد كده بقى مدير للسكة الحديد والجمارك، بعد كده وزير للأشغال الخارجية. بس نبار باشا عمل مع 7 حكام في مصر، من أول محمد علي لآخر واحد عباس حلمي خديوي مصر، قبل ما مصر تبقى سلطنة، بعد كده بعد السلطنة تبقى مملكة. ذروة وصوله للمناصب العليا كان في عهد الخديوي إسماعيل، اللي استدعاه علشان يكون أول رئيس وزراء في تاريخ مصر الحديثة. وكانت الحكومة ما كانش فيها غير 7 وزارات بس. ده كان يعني اتولى بمرسوم عالي أصدره الخديوي إسماعيل باللغة الفرنسية. الوزارات اللي كانت موجودة إيه؟ وزارة الحقانية اللي هي وزارة العدل، ووزارة الداخلية والجهادية
الدفاع يعني، ووزارة الأوقاف والمعارف والأشغال. نوبار خد جانب من مهام رئاستها وزارة الخارجية والحقانية، وتولى علي باشا مبارك 3 وزارات: المعارف والأشغال والأوقاف. في الفترة دي كانت التدخلات الأجنبية كانت موجودة بحجة ديون الخديوي إسماعيل. ده مش بس كانوا بيتدخلوا، ده كانوا بيتدخلوا بيسيروا أمور البلاد السياسية والاقتصادية على حسب مصالحهم هم، وبسببهم نوبار باشا ما خدش الحرية الكافية في اختيار حكومته. بس الأجانب أجبروه على إعفاء علي مبارك من منصب وزير الأشغال، وتعين بدله وزير فرنسي اسمه بنير، وقبل غصب عنه إضافة وزارة جديدة لحكومته اللي هي وزارة المالية، اللي الإنجليزي ويلسون اتأسست عشانه. وكان أول وزيرين أوروبيين في الحكومة المصرية دولا ويلسون وبيلنا، وبسبب قوة نفوذهم استقال نوبار باشا، لأن هما كانوا بيتدخلوا كتير في شغله. في استقال امتى؟ 23 فبراير 1879، أيام مظاهرات الضباط المصريين الأولانية. نوبار باشا قبل رئاسة الوزراء مرة تانية لما عرض عليه الخديوي توفيق بعد ما شريف باشا استقال، اعتراض على طلب الإنجليز إخراج الجيش المصري في السودان. فنوبار باشا عمل إيه بقى؟ شكل وزارته التانية في 10 يناير 1884، وفضل في منصبه 4 سنين لحد بالظبط 9 يونيو 1888. وفي الفترة دي نفذ تعليمات الإنجليز اللي رفضها شريف باشا وسحب الجيش المصري من السودان. وبكده الناس ابتدت تهاجمه على سحب الجيش المصري للسودان، واتهموه ان هو عميل وان هو خاين. بعد كده الخديوي توفيق أقاله وسافر نوبار لفرنسا وفضل هناك 5 سنين. وبعد كده جاء أمر الخديوي عباس حلمي التاني ليه إن هو يرجع تاني رئيس الوزراء سنة 1894. بس المرة دي ما قعدش كتير، بعد سنة استقال وساب مصر. وبعد كده مات سنة 1899. في الفترة اللي قعدها نوبار باشا خاض معارك كبيرة، أهمها معركة الامتيازات الأجنبية اللي اتفرضت على مصر، وكان من رجال الإصلاح القضائي اللي عملوا على إن يخضعوا الأجانب لقوانين القضاء المصري، بعد ما كان ده حلم مستحيل، لأن كانوا خاضعين لقوانين الحماية. الأجنبي كان له حماية أجنبية. ونوبار باشا واحد من اللي حاولوا ينقلوا الحضارة الأوروبية مصر، بس الأوروبيين غدروا بيه وخلوا الخديوي ينفيه لفرنسا. وحاجة تانية، ألغى قانون السخرة من مصر نهائي 1890. القانون دون اللي كان عبء كبير على المصريين نفسهم. وبكده خلصنا لكم حكاية نوبار باشا. احنا كان المفروض نتكلم عن شارع نوبار بس قلنا نتكلم عن الشخصية أكتر، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.